العلاقات بينهما وحدود في أقل من 7-8 شهور بعتك في مهمة بالغات بينهما وحدود في أقل من 7-8 شهور بعتك في مهمة بالغة الصعوبة، وهي أول مهمة خارجية وبالغة التعقيد بين الجزائر والمغرب، نظام ملكي، نظام ثوري، توتر العلاقات بينهما وحدود مصادمات ومشاحنات على الحدود، وجود أزمة البوليساريو. ورحت حضرتك في وفد محدود، حضرتك والدكتور أسامة الباز وعز الدين مختار، وقعدت حوالي 17-18 يوم في مفاوضات مكوكية شديدة الصعوبة، وعدت بنتائج 4 مهمة جدا. التجربة دي كانت أهميتها إيه بالنسبة لك؟ والله هو كلفني بيها، مش هقدر أقول له لأ. قال لي شوف المشكلة اداني بريفنج كده عن الجزائر وبريفنج عن المغرب، وانا عاوز تشوف ايه المشكلة وحاول بكل الطرق انك تحل المشكلة دي معاهم. رحت الجزائر، رئيس بومدين قال لي مصر مش عارف مصر. قلت له يا ريس انت مصر عملت لك كتير انا مش عاوز اتكلم عنها. هو دخل هاجم في الاول يعني. قلت له انت اكتر واحد تعرف مصر عملت لكم ايه؟ ايه المشكلة؟ المشكلة انهم حاطط قوات داخل ارض الجزائر اللي هي مشكلة لحد دلوقتي، بس خفت هديك الجزائري. المهم قلت له طب بس اديني فكرة عشان انا هروح للملك الحسن. ورحت للملك الحسن كلمت معاه، قال لي هو في قوات موجودة في المكان الفلاني وعلى 300 كيلو من حدوده، من حدود الجزائر، دخلت في الارض في هو في قوات موجودة في المكان الفلاني وعلى 300 كيلو من حدوده، من حدود الجزائر، دخلت في الارض في الصحراء. تنيت رايق جاي من هنا واكلم ده واكلم ده، لما وصلت الاخر ان هو شوف يعني قلت للرئيس بومدين ده دلوقتي هو محاصر قوات، انا اقدر اقنعه يفتح لك الباب ده بعد ما ايه رايح جاي يمكن في اليوم مرتين، يفتح لك الباب وانت ليك 2200 عسكري و106 معده. الملك الحسن ممكن ياخدهم وعلى التلفزيون يفتح نتكلم بعد ما ايه رايح جاي يمكن في اليوم مرتين، يفتح لك الباب وانت ليك 2200 عسكري و106 معده. الملك الحسن ممكن ياخدهم وعلى التلفزيون يفتح نتكلم بقى الدنيا واعتقلنا وبتاع. انا رايي تطلع. قال لي يعني ابقى مهزوم؟ قلت له لا، هروح اقعد معاه مفيش حاجه مهزوم ولا منتصر. ده بعد نقاش حوالي كذا يوم، وكنا ودينا قلنا الوزراء الخارجيه. بس ان حضرتك ما كنتش ولا بتستفز من طرف ولا تبين انك مع طرف، انك محايد مع الطرفين. ايزي قوي. كان اتفق في الاخر بقى لما وجد قلت له يا سياده الرئيس الخريطه انت ما قلتليش عندك كذا وعندكش كذا. اتفضل. الملك الحسن بعتها لي. قال لي طيب واعمل ايه؟ اتفضل. الملك الحسن بعتها لي. قال لي طيب واعمل ايه؟ قلت له اسمع، ممكن اقنع الملك الحسن انه يفتح لك البتاع وتخرجوا. قلت له اسمع، ممكن اقنع الملك الحسن انه يفتح لك البتاع وتخرجوا. قلت له اسمع، ممكن اقنع الملك الحسن انه يفتح لك البتاع وتخرجوا. وما عنديش مشكله، ما تسويش تحط لي 2200 واحد هنا ومعداته هيستولي عليهم وهيطلعهم على التلفزيونات. قال لي طيب انا رحت الملك الحسن، قعدنا الله يرحمه الملك الحسن، قعدنا من 4 صباحا لما وافق، وبعت لهم قلت له موافق، وفتح لهم الفتحه وخرجت القوات ومشي. قلت له هتذيع تقول ايه؟ الملك الحسن كان يعني بيني وبين ود بقى، كنت اول مره التقي معاه. قال لي هقول ان قواتنا دخلت تفريتي دي ولا اسمها تفريتي وهناك وخلاص مش هجيب سيره الجزائري. وانبسط بومدين، وانبسط بومدين، وانبسط بومدين، وحالتها الملك الحسن وخط الطياره. اتفقت على انه في لقاء يكون في القاهره بين وزيرين الخارجيه ثم تمهيد لقمه بعد ذلك. وبعدين طلعت على القاهره وصلت 9 صباحا. بس كانت رحله مهلكه اول مره. على فكره كان هيحصل توتر تاني وسيادتك برضه اتدخلت في المره الثانيه. رئيس سادات تاني بعدني تاني. نعم.